السلام عليكم. نتوما كتستمتعوا بجمال الطبيعه الخلابه طريق سيدي علا البحراوي والعرجات. الناس اللي في مدينه الرباط ولا سلا راه كيعرفوا هاد الطريق مزيان. دائما كنت كنسمع على الترفاس. هاد البلاصه معروفه بالترفاس. غتسولوني شنو هو الترفاس حيت بزاف الناس ما عارفينوش ولا بزاف الناس كيسمعوا به وما عارفينوش شنو هو ولا كيفاش داير. انا كنت كنسمع به كيحسب لي داير بحال البطاطا قصبيه ولا البطاطا العاديه. دخلت درت غوشيرش قال لك غني، ريحته مجهده وغني بزاف بالفيتامينات وبالعناصر الغذائيه المهمه للصحه والذات. بغيت نعرف هاد الخضره ولا فاكهه شنو هي شامبينيون. شو مني كتشوفوها كتلقاوها رطبه بحال لي شامبينيون، غير هي المذاق ديالها مختلف، ريحتها مجهده والمنافع ديالها متعدده. بلاش كي كنتو غادي من طريق العرجات كتشوفوا هاد الديكور بحال هكا. هادو غير علامات مصايبينهم بالرمله كتدل على هاد الفطر ديال الكماءه، ولا كما كيقولوا ليه المغاربه بالترفاس. راه معروف كينوض في البلايص الغابويه، الاماكن الغابويه من مورا الرعده. درت عليه واحد الغوشيرش بسيط. هو غني بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم هشاشه العظام ولا عندهم شفافيه العظام. يعني العظام عندهم شفافه، ترانسبارون. هذا من الناس اللي عندهم العظام ترانسبارون كيكون عندهم نقص في الفيتامين دي، نقص في الكالسيوم. هذا الفطر هذا كيعاون بزاف في هذا المشكل. وحاجه اخرى مزيان جدا العينين. الناس اللي عندهم الرمد الحبيبي ولا السواح ولا عندهم مشكل في العين فراه هذا مخير. المهم حنا كنهضروا عليه كماكله. الاستعمالات الاخرى ما نقدرش ننصح بها حيت ممكن ديروا ريشيرش وتستافدوا بزاف على هذه الماده هذه. المهم كيصلح عنده بزاف ديال المنافع كما كتشوفوه. ها هو مغطي بالتراب بالرمله، ومني كتعريو عليه هذيك الرمله كيبان لكم الفطر، كيبان لكم شامبينيون بيض رطيطب. كتحكوه، عنده بزاف ديال الاستعمالات. ممكن تحكوه فوق من الاومليت كما قالنا السيد. ممكن تحكوه مثلا طيبوه ولا تناولوه هكذاك في لاصوب ولا الحريره ولا مريقه ولا. عنده بزاف ديال الاستعمالات ولكن المنافع ديالو مهمه جدا. كتقوي كتعالج المشاكل ديال الضعف الجنسي، كتعالج مشاكل ديال تساقط الشعر، كتعالج بزاف ديال المشاكل. صراحه عنده بزاف ديال المنافع. نتمنى ان هذا الفيديو هذا فادكم واعطاكم واحد صوره موجزه على هذا الفطر ديال الكماءه. كيف ما كتلاحظوا انا قسمته وخديت طريف منه قشرته وحكيته. ممكن تحكوه فوق من طاجين، ممكن تحكوه في لاصوب. بالنسبه لبعض الاشخاص ممكن يسبب لهم عسر الهضم الا كلاوه